لو قلت لك ان في رقم واحد بس في البولندي لو فهمته بقية الارقام كلها هتبقى لعب عيال، هتعرف تحل المثال اللي هديهولك في اخر الفيديو؟ في الفيديو ده هوريك طريقة تخليك تفهم وتحفظ الارقام من 11 ل 20 بطريقة سهلة ما تنساهاش، وفي اخر الفيديو هديك مثال عملي يثبت المعلومات في دماغك. انا اسلام ابو الوفا وده كورس بولندي اونلاين. قبل ما نبدأ لو لسه ما شفتش الفيديو بتاع الارقام من 1 ل 10 هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو، وهسيبه هو كده موجود في البلاي ليست بتاع كورس بولندي اونلاين. فواحدة واحدة كده وان شاء الله باذن الله تفهم الارقام من 11 ل 20 معايا. السر كله يا صديقي في النشط، زي ما احنا في العربي بنقول 12 11 13 14 10 ديت في البولندي هي نشط. في الانجليزي بقول مثلا 13 14 15 10 ديت في الانجليزي، في البولندي هي نشط. نشط. في اللغة العربية بقول 11 12 13 10 وبحط قبلها الرقم. 10 ديت هي بالظبط في الانجليزي زي 13 14 15 10 في اللغة الانجليزية، 10 في اللغة العربية. في اللغة البولندية هي نشط. بحط الرقم بعد كده بحط وراه نشط. jeden نشط. jeden نشط. بس بدل ما الان هتكون مكررة مرتين اخليها مرة واحدة. jeden نشط. dwa نشط. 13 12 13 4 احط معاها نشط بس هشيل الواي عشان تبقى اسهل في النطق. 14 14 5 نشط. التي هتبقى حرف التي. 15 6 نشط. نفس الكلام هشيلها خالص. 16 16 17 زي ما هي 17 18 19 التي هتبقى تي. 19 19 2 10 2 10 20 20. تعالوا ناخد مثال. لو قلت لك كم عدد إلى تو 5 بلس 6. إلى تو 5 بلس 6. 5 بلس 6 to 11. إلى تو 7 بلس 8. إلى تو 7 بلس 8. 7 بلس 8 to 15. To 15. إلى تو 9 بلس 9. إلى تو 9 بلس 9. 9 بلس 9 to 18. إلى تو 9 بلس 10. 9 بلس 10 to 19. آخر مثال وده هيكون تحدي، اللي هيعرفه اللي هيعرف يحله يكتبه في التعليقات. هقول رقم تليفون برقمين المرة اللي فاتت قلتهم رقم. هقول رقم تليفون رقمين ولو فهمتوا اكتبوا لي في التعليقات. 015 12 19 13 17. الرقم تاني 015 12 19 13 17. وديت الارقام من 11 ل 20. ديت طبعا مبنيه على الارقام من 1 ل 10. لو ما شفتش الفيديو هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو، هتلاقيه كده موجود على البلاي ليست. اتمنى يكون الدرس بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.